انا متفهم جدا ان لما يبقى عندك لعيب زي محمد صلاح وبنعتبره ان هو من احسن لعيبه العالم ويخرج من المباراه الفرقه بتاعته تتهز ويدخل فيها جون، ده انا متفهمه جدا. بس اللي مش قادر افهمه ان احنا بنتكلم على عامل الرطوبه والجو والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، والاقي الشوط الاولاني اللعيبه بتلعب بشكل والشوط الثاني اللعيبه بتلعب كانها يعني بتلعب في كوت ديفوار بقى لها 5 6 سنين. وده بالنسبه لي انديكيتور لحاجه من الاثنين: ان خروج محمد صلاح كان في صالح المنتخب بنسبه مليار في الميه لان هو كان عامل عطلان في المنتخب، يا اما الناحيه الثانيه ان انتوا كنتوا متكلين على صلاح وسايبين الماتش كله هو بقى صلاح اللي هيشيل الليله والدنيا وبتاع ومش عارف ايه، وابتدينا نسترجل في الاخر لما لقينا نفسنا هنلوص. فانا محتاج اجابه للسؤال ده. هو مش كنا يا جماعه بنتكلم على الرطوبه والتعب والكلام ده كله؟ امال اللي حصل في الشوط الثاني ده حصل ازاي؟ عملتوه ازاي؟ يعني فكره ان انت تتعادل 2-2 مع موزمبيق وتتعادل 2-2 مع غانا وتعمل ماتش شوط تاني عالمي بكوره وتقسيم وروح ومش عارف ايه وجرينتا والكلام ده كله، ده بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا. انا مش كنتش متوقعها اصلا من المنتخب. ازاي انت وصلت للمرحله دي وايل ان انا شايفك في شوطين قبل كده في موزمبيق والشوط ده ما لعبتش في الشوطين اللي قبليهم اساسا كلهم على بعض او الثلاث اشواط دول غير 5 دقائق اللي هم جبت فيهم الجون بتاع موزمبيق الاولاني. ففي علامه استفهام جوه المنتخب من ناحيه انتوا لعيبه بتسترجلوا ولا لعيبه بتتكلوا على لعيب، ولا انتوا ايه اللي بيحصل بالظبط يا جماعه؟ عشان احنا جالنا تشوش يعني. والحاجه الثانيه اللي انا مش قادر افهمها من مستر فيتوريا، يعني هو محمد النني ايه يعني؟ طب انت عايز تلعب محمد النني اللي هو اصلا ما بيلعبش في الارسنال بقاله فتره عشان كان مصاب وقاعد على الدكه؟ اوكي تمام، بتلعبه 6 ليه؟ ما هو 6 ما بيعرفهاش وعارفين كده ومثبته، وكل اللي جم قبليه جربوها بالحركه دي كلهم فشلوا في الموضوع ده. فاحنا بنعيد تاني ايه؟ بنخترع العجله مثلا؟ والحاجه اللي بعديها، ليه الاصرار على ان محمد حمدي هو اللي يلعب باك شمال؟ محمد حمدي كباك شمال على عيني وعلى راسي، لعيب في بيراميدز وليه كل الاحترام والتقدير وكل حاجه، بس الجونين جايين من ناحيته. غير ان الجونين جايين من ناحيته، انت شايف اصلا كمدرب ان هو في الماتش اللي فات كان ثغره، والماتش ده ثغره، والماتش الجاي انا بقول لك برضه هيبقى ثغره. بنلعبه ليه؟ وليه احنا ما جبناش باك شمال تاني مكان؟ يعني هم خلاص الدنيا كلها ما فيهاش غير فتوح واسمه دوت ومحمد حمدي. ما كنت ممكن تجيب اللعيب بتاع سيراميكا كليوباترا الاهلي كان عايزه اللي هو محمد شكري بيتهيألي على ما اعتقد اسمه كده يعني، ولعيب كويس جدا وكنا بنتكلم عليه واداؤه هايل. فليه ده برضو انت ما حطيتوش في اعتباراتك من الاول؟ احنا النهارده بندفع ثمن ان احنا عندنا باك شمال ما بيلعبش في نادي الزمالك، احنا جايبينه ما اعرفش مجامله لمين، والناحيه الثانيه ان احنا عندنا لعيب باك شمال بيلعب في نادي بيراميدز هو اصلا مش قد يعني القصه دي كلها ومشايلينه فوق طاقته اصلا يعني. دي علامه استفهام برضو بالنسبه لي. بس كل علامات الاستفهام ديت انا هحطها على جنب، ولازم بصراحه اوجه الشكر لاثنين لعيب، لتريزيجيه وقبليه عمر مرموش. لان عمر مرموش بصراحه من اول ما نزل الماتش لحد نهايته بيلعب راجل، وهو اللي كان عامل للفرقه بس حس كده في الشوط الاولاني، والشوط الثاني كان هو القائد الحقيقي في الملعب. وتريزيجيه اللي نزل في الدقيقه 67 في الدقيقه 69 ضغط، يعني بعديها بدقيقتين ضغط، جاب الكوره اداها لمرموش حطه قصاد الجون وربنا يتوج له مجهوده. وفي نفس الوقت الكره اللي بعديها على طول ما فيش يعني دخل فينا جون بقى احنا بعديها بدقيقتين، راح جاي هو بعديها كمان بدقيقتين عامل ايه؟ ضاغط نفس الضغطه واخد نفس الكوره مديها لمصطفى محمد جايبها جون. فيعني فكره ان انت عايز تلاعب حد رقم 8 وكنت عمال بتفتيلي عم فيتوريا وتجيب لي مزيزو وتلاعبه ورا صلاح ونقعد نخترع في 3-4-3 اللي بتقلب 4-4-2 و4-2-4 والكلام ده كله. يعني انا مش فاهم ليه كان كل الاختراعات دي لما انت عايز تلاعب حد 8؟ مفيش احسن من تريزيجيه وفي نفس الوقت عمر مرموش انا شايف من وجهه نظري ان هو ما يقعدش. والمعضله اللي هبتدي اسال فيها، يعني هل هو خلاص بقى الواضح كده محمد النني احنا تمام يعني عايز تلعبه 8؟ بس انا شايف ان محمد النني ما يكونش موجود في المنتخب اصلا، ده رقم واحد. هل هنبتدي نروح من السكه دي من محمد النني هنروح لمحمد صلاح؟ هل محمد صلاح النهارده الاصابه اللي موجوده بتاعته هتمنعه من تكمله البطوله؟ الحاجات دي كلها احنا لسه اسئله بنحاول ان احنا ندور ليها على اجابه، ولكن المنتخب من غير صلاح من وجهه نظري افضل بكتير. انا اسف يا صلاح بس هو ده الحقيقه وهو ده اللي حصل في الشوط الثاني. السلام عليكم.